يلا نعمل فطير مقلي. شايفين الفطير الجميل ده فطير مقلي بثلاث مكونات، ما بياخدش اي وقت، ممكن اي حد في البيت يعمله. حاجه كده جميله على طريقه امي ربنا يديها الصحه. يلا لايك للفيديو وتعالوا نشوف الطريقه. ايه زيكم يا اجمل متابعين في الدنيا، عاملين ايه؟ وحشتوني قوي. النهارده بقى ان شاء الله هنعمل حاجه في السريع كده. هنعمل فطير مقلي. الفطير ده معروف قوي من زمان، جداتنا وامهاتنا بيعملوه. هو عباره عن ثلاث مكونات. هتجيبي نص كيلو دقيق بتنخليه، وبضايه وكوبايه لبن بس. نحط شويه فانيليا عشان البيضه، وممكن ما تحطلوش بضايه خالص، ممكن تعمليه بس بلبن، ممكن تحطي نص لبن ونص ميه. يعني هو موفر جدا وبياخدش وقت خالص. زي ما انتم شايفين انا حطيت الدقيق بعد ما نخلته وحطيت عليه البضايه، وبدات احط اللبن واقلبه. طبعا انت بقى وانت شغاله كده بتقلبيه، انا بقلب الاول كله مع بعض وبعد كده اعجنه بايدي. طبعا طول ما انت شغاله كده بتبقي بتشوفي العجينه محتاجه ايه. لو محتاجه مثلا بتلزق معاكي عايزه شويه دقيق تحطي، لو مثلا محتاجه شويه لبن زياده تحطي، وانت بقى بتظبطي مع نفسك لحد ما ما بتديكي العجينه اللي هي ما بتلزقش، يعني اللي هتعملي بيها الفطير. ثلاث مكونات بس. ده كان من الحاجات المحببة جدا لينا زمان، كانت ماما بتعمله لنا على طول كل يوم جمعة حتى عادة يعني. ده بقى شكل الأخير للعجينة معانا اهو. بعد ما خلصتها هغطيها بقى شوية واسيبها تستريح نص ساعة. شفتوا ثلاث مكونات سهلة جدا، في ثواني عملتها. ماشي كده. وهجيب بقى معايا بعد نص ساعة، بجيب بقى طبق بدهنه زيت، واجيب العجينة معايا هي بعد ما استريحت. ابدأ بقى ايه، ابدأ اكورها كور. بدهن ايدي زيت. انا دهنت الاول الطبق اللي هحط فيه زيت عشان ما تلزقش، يعني عشان ما تبقاش ايه وشها بينشف كده. وابدا بقى ايه اعملها كور. كرة بقى صغيرة كبيرة انتي وظروفك، يعني هي الكمية دي نص كيلو هتعمل معايا كتير جدا، يعني عملت معايا فطاير كتير يعني. بتبدأي بقى تدهني ايدك زيت وتكوريها. وزي ما قلت لكم الاكله دي مشهوره جدا زمان، بس كل بقى مكان بيسميها حاجه، يعني في بيسميه فطير مقلي، في بيسميه شلبي، مش عارفه اشمعنى شلبي. في كل مكان ليه اسم. يعني لو انت بقى معايا في الفيديو لحد دلوقتي قولي لي بتسموه ايه عندكم. ده كميه الدقيقه اهي اتعملت اللي انتوا شايفينه ده كله، الكور دي كلها. هتجيبي بقى صينيه او مفرش العجين، ايه تبداي تبططي عليه. حتى انا ما بحب اعمله حتى بايدي كده، مش بعمله بالنشابه، عشان ابقى بعمله ايه بالظبط زي ما ماما بتعمله يعني. طبعا هو مش لازم بيطلع مدور، يعني بيطلع بقى مسدسات ومثلثات وحاجات غريبة كده، بس بيبقى جميل جدا اهو. دي اول واحدة اهيت. ابدأ بقى ابططها. شايفين هي فتحت حتت كده من النص بس عادي جدا. وبعد كده بحطها في الزيت، اللي هي بتاخد شوية زيت. بس بالمناسبة يا جماعة الزيت بتاعه بعد ما بيخلص الزيت بيبقى نضيف كأنك ما عملتيش فيه اي حاجة، يعني تستخدميه تاني عادي جدا. ده برضو حاجة ايه، الزيت انت هتشوفيه بنفسك ما بيبقاش فيه اي حاجة خالص، يعني حتى بينزلش فتافيت ما بينزلش حاجة. يعني كمية الزيت بترجعي تستخدميها تاني، عشان قلت لك حاجة موفرة جدا جدا يعني. وابدأ بقى اعمل الكمية كلها. شايفين اللون ده لحد ما بيوصل للون ده، يعني احنا كل واحدة بنحطها بتوصل معانا للون ده، بتحمر كده، ونطلعها ونحط غيرها. الماسك بيزحلق الفطيرة. طبعا بنصفيها من الزيت عشان ما تبقاش مليانة زيت. وزي ما قلت لكم نص كيلو بيعمل كمية كويسة جدا اهو. دي بقى بعد ما طلعناها ده شكلها. وابدأ بقى ايه اخلص الكمية اللي عندي كلها اهو. بشيلها سهل جدا، شيلها واشيلها واحطها في الزيت. بتبدأ بقى تطلع فقاقيع كده من اماكن معينة، انت بقى بتظبطي معاكي، بتضغطي عليها عشان الفقاقيع دي تدخل جوه الزيت وتستوي. كده انا خلصت الكميه كلها. انت لو انت حباه ان هو يبقى طري بتغطيه وانت شغاله، عشان ايه السخونيه بتاعته يفضل بالسخونيه بتاعته يطرى. لو عايزاه مثلا يبقى ناشف بقى ومقرمش بتسيبيه من غير غطا. دي الكميه كلها هي شايفين بسم الله ما شاء الله النص كيلو عمل كتير. هبدا بقى ارصه، بترصيه بقى كده على بعضه. طبعا انا غطيته عشان ايه يفضل طري. ماشي كده تمام. دي الكميه كلها شايفين عملت قد ايه، نص كيلو عمل كميه جميله. تاكليه بقى بجبنه حادقه، بجبنه بيضه، بعسل ابيض، عسل اسمر، بكوبايه شاي، تشربي كوبايه شاي كده وتاكليه معاه. جميل جدا. وما تعمليه مش هتبطلي تعمليه على طول. وزي ما انتم شايفين شكله، والا بقى كمان لو دقتوا طعمه.
وان شاء الله يعجبكم. بالهنا والشفا مقدما. ولو اول مره بقى تشوفي القناه يلا لايك للفيديو واشتركي في القناه. يلا كده بقى ماشي. وان شاء الله اشوفكم في اكلات جديده.